من ميلودي سان داونز كسبان الاهلي 3-1 في الشوط الاولاني. والراجل بتاع سان داونز يا جماعه ما بيلعبش غير على فكره واحده، اللي هو بيحضر ورا باربع لعيبه، اللي هو الباك الشمال والاثنين قلبين الدفاع، والراجل بتاع نص الملعب بينزل يعمل دروب، والاربعه دول هم اللي بيبتدوا يحركوا اللعب، يا اما بيفتح في النص يا اما بيلعب ورا الباكين. فشخ محمد هاني في الشوط الاولاني بيلعب في ظهره، وفشخ علي معلول بنفس الوقت، وفشخ الاثنين بتوع نص الملعب بتوعنا ان هم ما بيضغطوش. انا كاهلي ما انا عندي مروان عطيه بره، الراجل دوت بيستخلص الماتش بتاع 50 مليون كوره الراجل ده، وبيضغط صح وبيقدر يطلع بالكوره. بلاعب طاهر محمد طاهر على اني اساسي، الراجل اللي ما عملش باصه صح في الماتش، ولا بيضغط اصلا ولا بيرجع يدافع مع علي معلول. الناحيه الثانيه بقى ديانج مش شايف بقاله فتره، طب ما انا لاعب مروان عطيه من البدايه. احمد القندوسي مش هلوم، الراجل ده صانع العاب، المفروض لاعب رقم 8 اللي هو ديانج او حمدي فتحي يطلعه عشان هو يطلع اللعب، والراجل فعلا لعب الكوره بسرعه في كوره الجون بتاع شريف، وخلى شريف يحطها جون لانه لعب بسرعه بعد ضغط البيرسي تاو اللي بيلعب ماتش حلو قوي النهارده الصراحه. النهارده الاهلي بيدفع فاتوره كولر، واخيرا طز في